الأب الكسلان والأم الكسلانة وأولياء الأمور الكسلانين في إنهم يذاكروا لأطفالهم، الكسلانين في تربية أطفالهم تربية سليمة، الكسلانين حتى في إنهم يوفروا لأطفالهم وجبة غذائية صحية متكاملة ليهم. عزيزي الأب وعزيزتي الأم، لو مفكرين إن المعلمة اللي هتيجي لطفلكم في البيت أو الحضانة أو المدرسة هي اللي هتربي وتعلم مكانكم، حضراتكم تبقوا غلطانين، لأن أساس الطفل وشخصيته لازم تبدأ من بيته وأسرته. وعلشان كل ده لازم تبدأوا تتخلصوا من الكسل وتعرفوا دوركم صح اتجاه أطفالكم. وأول خطوة، عاوزاكم تستعينوا دايما بالله. وتاني خطوة، عاوزاكم تتخيلوا النتيجة النهائية اللي ممكن يوصل ليها طفلكم لو استمرتم في الكسل ده. وتالت خطوة، عاوزاكم تشيلوا أي أفكار أو أي صعوبات أو أي إعاقات موجودة قدامكم وتعرفوا إن كل حاجة وليها حل. ورابع خطوة، لازم الأب والأم يتفقوا على نظام تربية واحدة ويبطلوا خلافات ومنازعات الطفل يكون محورها. وخامس خطوة، نبدأ نقسم في المهام والموضوعات حسب أولويات واحتياجات أطفالنا، يعني نشوف نبدأ بإيه الأول وبعد كده نبدأ بمين تاني. وسادس خطوة، بعد ما عرفنا هنبدأ بإيه الأول نبدأ ندور على البداية الصح علشان نعرف الخطوات اللي هنمشي بيها ونركز عليها، وده طبعا بيجي من خلال البحث والاجتهاد، وده دورنا احنا. واصحوا وفوقوا قبل فوات الأوان.